دخلنا جه الرئيس السيسي في 2014 ارهاب في سيناء، زرعته الخلايا الاخوانيه والخلايا الاسرائيليه والامريكيه، ده واقع واخد بالك، وارادوا تخريب الدوله واسقاط مصر. هو اسقاط للمنطقه العربيه كلها واسقاط للشرق كله، كويس. والقلق في ليبيا، ولم يعترفوا ب 30 يونيو واصروا على انها انقلاب، لان هم صدموا ان كيف يتكاتف الشعب كله ويقف خلف رئيس. ده بالنسبه لهم افزعهم، ازاي مصر شعبها ده اللي احنا فتتناه وكانت على شفا حرب اهليه يتم التئام الشعب مره اخرى خلف رجل واحد. دي قضيه خطيره، قضيه امنيه خطيره، وده اللي افزعهم بره. عملوا معانا كافه المحاولات، منعوا عننا المعونه وطلبوا من بعض الدول العربيه بسحب ودائعها وخلقوا لنا وزرعوا لنا 20,000 ارهابي داخل سيناء عشان يستنزفوا كل يوم 40 مليون جنيه في كل صباح. تكاليف القوات المسلحه اللي موجوده داخل سيناء 1.2 مليار جنيه شهريا، واخد بالك؟ تخيل ان انا بصرف 13 مليار جنيه سنويا لحفظ الامن في سيناء. غير الارواح، هو دعنا من الارواح، ربنا يرحمهم، دول شهداء مصر. غير الارواح، مظبوط، غير اللي بيموت، دول شهداء وده واجب عليهم، صحيح. وواجب عليهم الدفاع عن هذا الوطن، ده واجب. لكن 13 مليار وانا راجل بعاني من ازمات اقتصاديه ومشاكل، وما زلنا حتى اليوم استنزاف للاقتصاد المصري بمجموعه من الارهابيين المتواجدين حتى الان، زائد مجموعه من المخربين اللي تم زراعتهم في كافه مؤسسات الدوله لوقف عجله الانتاج موجودين. وده طب تعال اقول لك معلومه بقى، العديد من رجال الاعمال اللي كانوا موجودين في مصر توقفوا ولم يساهموا في عمل مشروعات داخل الدوله المصريه. الاستثمارات الوطنيه توقفت باعاز من دول الخارج، لان عدد من رجال الاعمال المصريين شركاء لامريكان وناس من الغرب وناس من اسرائيل. اضطر الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعاده بناء الدوله ان يستعين بالقوات المسلحه لعمل تلك المشروعات، والا ما كانش هيبقى عندنا حاجه. الله، النهارده بعد ما انتهت هذه المهمه هيتم عرض جميع الشركات اللي عملها الجيش في البورصه للبيع، الحدوده للبيع، ده عشان تبقى ملك الشعب. عرضها للبيع. تمام، انتهت القصه. والاتجاه الحالي انه القطاع الخاص يمثل 75% من اقتصاد الدوله، واخد بالك؟ هو ده المطلوب. احنا قعدنا من 2014 ل 2017 نعاني من ايه؟ اعاده هيبه الدوله والانضباط للشارع المصري. انت ما كنتش تقدر تخرج بعربيتك تمشي على الدائري، كانوا هيوقفوك ويفتشوك وياخدوا العربيه ويكتبوك على مبايعه. ده اللي كان بيحصل. من 2014 يا فندم، انا شفته هو خدوها منه في شارع رمسيس من 2014 ل 2017 وخايف. من 2014 ل 2017 كانت مهمه شاقه، كيف نعيد الانضباط وهيبه الدوله وتطهير المؤسسات من اعداء الدوله. في هذا التوقيت عمليه فلتره لازم تتم، المدسوسين كتار، والدوله التآمر من الداخل والخارج، والدوله لا يعترف بها في الخارج، ده واقع مظبوط. بقينا شغالين في الداخل وفي الخارج تحسين صوره مصر واعاده العلاقات الطبيعيه مع الدول العربيه واوروبا وامريكا وروسيا وافريقيا، واتعملت رحلات مكوكيه لكل دول العالم على الصعيد الخارجي. هو ده مش مجهود بيبذل؟ ثم تم عمل الاستحقاقات اللي كانت متوقفه يا جماعه كلها. وفي النهايه حتى ولو كان عقد عندنا برلمان شكلي ومجلس شورى شكلي او مجلس شيوخ شكلي والى اخره، الا انه كان لابد ان هذه الاشياء تبقى موجوده، ثم يبدا بعد ذلك عمليه اعاده بقى التشكيل والتاهيل والهيكله، ده موضوع اخر. صدرت حزمه من التشريعات ضخمه جدا. ليه؟ لانه عمليه التحول لازم يصاحبها حزمه من التشريعات والقوانين الجديده. هي التشريعات دي بس اسف معلش اسف التشريعات دي مع كثرتها الا انها في كتير جدا 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 منها مخالف للدستور، الا انها شرعت لكي يتم ضبط الشارع المصري. لا مانع يا فندم، لا مانع، وده لا مانع. هقول لحضرتك احنا بنقول 30 يونيو ثوره والدستور نص على ذلك، صح؟ نعم.
وسيادتك استاذ في القانون، في حال الثوره يوقف العمل بالدستور. على طول بيقف. مظبوط خلاص مظبوط يعني احنا لو هنتكلم بقى كده لا بيتعطل الدستور، بيتعطل فعلا. يتوقف العمل بالدستور. تم تعطيل الدستور. خلاص مش كده ولا ايه؟ صح. هو ده الكلام اللي احنا عايزين نقوله. فاحنا النهارده مش جايين نقول بقى ده دستوري وده غير دستوري، لا امن بلادي. لا بعد الثوره انا بتكلم فتره التشريعات يا فندم. إنما بعد 30 يونيو كان لابد ان تكون هناك ضوابط. الدستور اللي اتعمل بعد 30 يونيو في بعديش تشريعات. انا بقول هذه التشريعات الكثير جدا منها مخالف لما نص عليه الدستور. وايه المانع ان تراجع هذه التشريعات؟ بقول لك الا يعني انا عايز اقول ايه؟ الا وما شرعت هي مش نصوص لضبط الشارع. وماله يا فندم؟ ما ده ما هو مطلوب. النهارده انا عايز واحد ديكتاتور عادل عشان اضبط بيه الشارع. انا اقول لحضرتك هو في حد اتقبض عليه من غير ما يبقى صعب. عامل جريمه؟ لا انا هقول حاجه. هو في واحد اتقبض عليه من غير ما يبقى عامل جريمه؟ هو ما حدث في بريطانيا من 48 ساعه. ايه؟ احنا كانوا بيلوموا علينا ان الشرطه بتتعامل بعنف مع المواطنين، وان الجيش بينزل علشان ينظم شؤون الحياه، مش كده؟ هو ايه اللي دخل الجيش؟ طب ايه رايك بقى؟ انه رئيس وزراء بريطانيا اصدر تعليمات للشرطه ان تتعامل بكل اشكال العنف مع تلك الفئه التي تريد ان تفسد الحياه على الغالبيه العظمى من سكان بريطانيا. شوف بقى التعليمات، واعطى اوامره للجيش وقال عباره، قال الجيش ليس وظيفته الوقوف على الحدود، ولكن الجيش وظيفته ان يدخل يراعي مصالح البلاد في الداخل. شوف بقى، هذه بريطانيا راس الديمقراطيه في العالم. عشان نتكلم الا انها احنا النهارده مطلوبه لضبط الشارع. حلو قوي. اذا ما تم من 2014 ل 2017 من اجراءات، مش عايز اقول لك ضروري، ده كان ضروري جدا. جدا.